بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من اسمع مني. سنه 622 ميلاديه سيدنا معاويه يؤسس لدوله بني اميه، ورغم الخلافات الكبيره اللي حصلت ولكن دوله بني اميه كانت بتكرم بني هاشم بكل فروعهم، ابناء واحفاد سيدنا العباس عم النبي، وكمان ابناء سيدنا علي حتى بعد مقتل سيدنا الحسين. وكان خلفاء بني اميه بيحاولوا يسكتوا ابناء بني هاشم علشان يبعدوهم عن الخلافه. وفي يوم يزور ابو هاشم عبد الله حفيد سيدنا علي الخليفه الاموي سليمان بن عبد الملك. سليمان اكرم ضيافته واداله الفلوس والهدايا، ولكن ابو هاشم وهو راجع للمدينه يحس بالمرض ويقول للي معاه انه سليمان حط لي السم في اكلي، وينتشر الخبر بين كل بني هاشم. ابو هاشم يروح لابن عمه محمد بن علي حفيد سيدنا العباس ويحكي له على اللي حصل معاه ويطلب منه الثوره على بني اميه، الفكره اللي تعجب محمد بن علي العباسي، ويختار الكوفه عشان تبقى مركز لدعوته للدوله العباسيه. الكوفه بالذات كان فيها كارهين كتير للدوله الامويه. العباسيين شافوا ان اقليم خراسان البدايه لنشر دعوتهم لان فيها مسلمين من اصل تركي وفارسي، ودول كانوا حاسين بالظلم من الدوله الامويه لان الدوله الامويه كانت بتميز العرب على حسابهم، واقليم خراسان كان بعيد عن مركز الدوله الامويه. وعلشان نتكلم عن الدوله العباسيه يبقى لازم نتكلم عن المؤسس بتاعها ابو العباس عبد الله السفاح، واللي اتولد في جنوب الاردن سنه 721 ميلاديه. امه كانت من قبيله حارس، واتجوزت الخليفه الاموي عبد الملك بن مروان واللي مات وهي مراته. بعدها تتجوز اخوه الحجاج ولكنه يطلقها قبل ما يدخل عليها. بعدها يتجوزها محمد بن علي العباسي واللي يخلف منها ابنه ابو العباس. وبسبب عروبه امه كان يبقى ليه السبق في الامامه في الدوله العباسيه ويسبق اخوه ابو جعفر المنصور اللي كان اكبر منه. كان في مجموعه من الشيعه اتبعت محمد بن الحنفيه ابن سيدنا علي، وده بعد استشهاد اخوه سيدنا الحسين. والتبعيه بعد كده اتنقلت من الامام محمد لابنه عبد الله، وسليمان بن عبد الملك خاف على ملكه من عبد الله وده خلاه يقتله بالسم بعد ما خرج من عنده. هنا الشيعه اتبعوا محمد بن علي العباسي، وبدا محمد العباسي يهيج الناس على بني اميه ويدعو لدوله جديده هاشميه، وبقى اول امام هاشمي في السر. ويموت محمد بن علي العباسي ويجي ابنه ابراهيم من بعده، واللي يبعت ابو مسلم الخراساني لاقليم خراسان. ابو مسلم يبدا الدعوه في منطقه مرو ويحارب حاكمها وينتصر عليه، وبدات مدن خراسان تقع في ايده واحده ورا الثانيه، ويقدر ابو مسلم الخراساني يسيطر على بلاد فارس لصالح الدعوه العباسيه، وبعد كده يطلع على العراق ويسيطر عليها. في الوقت ده كان الخليفه الاموي هو مروان بن محمد، واللي امر بالقبض على ابراهيم بن محمد بن علي العباسي. ومحدش عارف ايه اللي حصل مع ابراهيم بعد ما اتقبض عليه، بس المعروف انه يولي بعده اخوه ابو العباس السفاح ويوصي اتباعه بالسمع والطاعه. ابو العباس يطلع من جنوب الاردن ويوصل الكوفه هو واهل بيته، ولما وصل الكوفه قابل واحد اسمه ابو سلمة الخلال. ابو سلمة فضل مخبيه عن الناس لمده 40 ليله. بتقول الروايات انه كان عايز الامامه تبقى في ابناء سيدنا علي، بس ابو العباس يتعرف عليه واحد من القاده بالصدفه ويتبايع خليفه من مسجد الكوفه، وبدا يبعت ولاته للمدن اللي كانت تحت حكمه ويبعت القاده بتوعه لمحاربه بني اميه، وقدر ينتصر على الجيش الاموي عند نهر الزاب. وبعد الانتصار ده يؤمر العباس ب 500 درهم لكل واحد في الجيش بتاعه، ويؤمر ابن عمه انه يفضل ورا الخليفه الاموي مروان بن محمد لحد ما يقتله، وفعلا يفضل وراه من الشام لمصر ويقتله في الفيوم ويقطع راسه وياخدها لابو عباس السفاح. وبكده تنتهي الدوله الامويه في المشرق العربي، وبدا العباسيين يتخلصوا من اي حد من بني اميه وما كانش يفرق معاهم الميت من الحي. امر السفاح بنبش قبور خلفاء بني اميه، فتحوا قبر معاويه ما لقوش فيه حاجه، وبرضه فتحوا قبر يزيد ما لقوش فيه حاجه، ويفتحوا قبر عبد الملك ويلاقوا فيه جمجمه. ولما فتحوا قبر هشام بن عبد الملك لقوا جثته كامله، فخرجوا الجثه وصلبوها وضربوها وحرقوها. ابو العباس بعد الفتره دي يدي الامان لبني اميه ويعزم عنده 90 واحد منهم، بس يدخل واحد من رجالته ويسخنوا عليهم، فيؤمر السفاح بقتلهم كلهم مره واحده، وعمه يقتل كل بني اميه اللي قبض عليهم في مكه، وعمه التاني في البصره يقبض على كل بني اميه ويقتلهم ويرميهم للكلاب. السفاح يقضي على اي حد من بني اميه يقع تحت ايده، ولكن الوضع ما يستقرش. المدن اللي بايعته رجعت في كلامها، وحصل تمرد في الشام والجزيره الفراتيه وبخارى، ولكن ينتهي التمرد ده بهزيمه الجيوش المتمرده، وبني العباس يتعاملوا بكل تسامح مع القوات المتمرده. ابو عباس السفاح
اخد اللقب ده عن جدارة. كان هو واتباعه بيقتلوا اي حد لاقل سبب، وكان بيخلف عهده للي طلب الامان منه. يعني ابو جعفر المنصور في مرة كان بيحارب واحد اسمه ابن هبيرة، واللي كان والي البصرة والكوفة وقت الدولة الاموية. ابن هبيرة يروح واسط ويتحصن فيها. ابو جعفر المنصور فضل فترة يحارب ابن هبيرة لحد ما زهق من الحرب وطلب منه الصلح والامان. ولكن ابو مسلم الخراساني اشار على السفاح انه يقتل ابن هبيرة، وفعلا ابو جعفر المنصور يقتله. وبعد فترة يخرج اهل الموصل على الامير بتاعهم، فابو العباس السفاح يبعت لهم اخوه يحيى، واللي كان معاه جيش مكون من 12,000 جندي. وقعد في القصر بتاعه في الموصل وامر بقتل 12 راجل من اهل المدينة. فاهل البلد صاروا عليه ورفعوا السلاح. فيحيى اخو العباس يديهم الامان، واتنادى في الموصل اللي يدخل الجامع فهو امن. رجاله المدينه يروحوا كلهم على الجامع. يحيى حاصرهم بجيشه ويقتل منهم 20,000 بني ادم، ودول اللي كانوا شايلين خاتم عامل زي البطاقه دلوقتي. اما اللي كان مش معاهم خاتم فمش معروف عددهم. وتاني يوم يؤمر بقتل النساء والاطفال. وفضل جيش يحيى 3 ايام كامله يقتل في اهل المدينه. وكان في قائد تحت ايده معاه جيش مكون من 4000 عسكري اسمر البشره. العساكر دول خدوا شويه نساء من اهل المدينه سبايا. فيحيى جمع العساكر دول وخلص عليهم كلهم. وبعد فتره يتقتل ابو سلمة الخلال، وده أول وزير في الإسلام، وكان من أقدم العاملين على الدعوة العباسية، وصرف فلوس كتير على الدعوة. في ناس اتهمت السفاح بقتله، بس الأصح إن أبو مسلم الخراساني حرضه على قتل أبو سلمة علشان يبقى هو الوزير بعد كده. لكن أبو العباس السفاح رفض يقتل أبو سلمة وينكر معروفه. ولكن أبو مسلم الخراساني مسكتش، وخاف إن أبو سلمة يتخلص منه، فبعت ناس تبعه يخلصوا عليه. أبو العباس السفاح يجيب وزير جديد اسمه خالد البرمكي، واللي كان ماسك ديوان الخراج والجنود. وبعدها السفاح يقتل ابو مسلم الخراساني، واللي كان يعتبر اهم واحد في تاسيس الدوله العباسيه. ابو العباس السفاح بعد 4 سنين من حكمه يصيبه مرض الجدري، ويموت السفاح سنه 754 ميلاديه. يموت وهو عنده 33 سنه، ويجي من بعد اخوه ابو جعفر المنصور. ولحد هنا خلصت حلقتنا. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم احمد عوض، واستنوني الحلقه الجايه. سلام.